طيب النهارده احنا هندي فرصه لمطعم مجهول، ان هو لو عجبنا هنقول على اسمه في اخر الفيديو. يعني انا بقلب على الفيس لقيت مطعم عامل عرض عباره عن 3 سندوتشات، 2 تشيكن، 1 بيف مع بطاطس بالجبنه مع لتر ماكسي كولا، والهيصه دي كلها سعرها 330 جنيه. ده كده شكل السندوتش. مستخدمين عيش خامته نضيفه قوي. موجود في القلب بتاعه قطعه برجر مع شويه جبنه. طب والله بالنسبه لسعره فانا شايف ان هو مميز قوي. البرجر اللي في القلب غالبا هيبقى برجر شركات، بس لا يعني نوع نضيف الصراحه. فيلا بينا بقى نخش على تاني سندوتش معانا. بص اول ما فتحت بصوا كميه الجبنه طلعت في وشي عامله ازاي. ومن الواضح كده ان الفراخ دي هو اللي متبله. ده مفاجئ بقى. نهار ابيض على اللغوصه. بص الجبنه بس لو كان احسن من كده حاجه بسيطه، لكن بقى اللي بيعوض التجربه دي عموما هي التتبيله بتاعت الفرايد تشيكن بتاعتها. والله جامد. تعالوا بقى نجرب البطاطس ام جبنه بتاعتهم دي. واضح جدا ان هم مستخدمين نوع بطاطس كويس. واخر بقى سندوتش معانا هو سندوتش تشيكن برضو، بس تقريبا هيبقى فيه حاجه مختلفه. ده فيه تركي مدخن. حطيت لي شريحه تركي مدخن عملاقه مع قطعه برضو صدر محترمه، واضح انها ملحمه. السندوتش ياخد 9 من 10 مرتاح. عندك التركي المدخن نفسه مديونه لسعه جريل محطوط يعني مظبوط. بس لو يظبطوا حته صوص الجبنه دي بجد المطعم ده هيكسر الدنيا. هم عاملين تجربه شامله متكامله من كل حاجه. انا شايف ان المطعم ده يستحق ان احنا نقول اسمه. المطعم ده يا جدعان اسمه دندوش او دندوش برجر. يعني اسم تحس ان هو دلع قوي.